من رئيس مصر القادم بعد الرئيس مبارك؟ مفيش. ومفيش لسبب لان انت مفيش نائب، مفيش نائب رئيس جمهوريه. غير كده مفيش في الافق حد. الحزب الوطني اي حد يظهر ياخده. طبعا اللي خده دوت واداله كذا وكذا وكذا، انا مش عايز اقول واعدد، هيجي يترشح قدامك ولا هيدين لك بالفضل؟ ان كنت شاطر قول انك هتترشح. هو الحزب الوطني مليان ناس، يقدر حد فيهم يقول هم انكروا على البرادعي انه ينزل او يرشح نفسه، وقال ناس في اركان الدوله واركان النظام يخطئ البرادعي اذا تصور انه ممكن يرشح نفسه البتاع. تمام. وكتب كتاب الحكومه اللي انا مسميهم دلوقتي، وده مش يعني ما انا لا احب ان اسيء لاحد فيهم، سميهم صحف رمانه الميزان. ايه رمانه الميزان؟ تقصد الصحف القوميه؟ الصحف التي كانت قوميه. هي مش قوميه دلوقتي. ليست قوميه، دي صحف حكومه والحكومه استخدمتها. وهم قالوا بعد انتخابات نقابه الصحفيين شفتوا بقى ان احنا بقى رمانه الميزان في البلد، يعني احنا نقدر نجيب اللي عايزينه ونقدر ما نجيبش اللي احنا مش عايزينه. يعني حضرته يعني. بقى ايوه نجيب نقيب او نجيب رئيس او نجيب اي مسؤول. بس النقيب خلاف الرئيس زي ما عايز يقول له النقيب طبعا خلاف الرئيس. لكن هي الفكره واحده، والربط كان قائم سواء من عندنا او من عند زملائي وحبايبي واصدقائي في الصحف القوميه اللي المفروض انها تبقى قوميه. الربط كان من عندنا انه الانتخابات دي شبيهه بالانتخابات دي، ما نقدرش نفصل عنها. تمام. احنا بقالنا 30 سنه نظام حكم فردي واحد، وبقالنا برضه 30 سنه بيحكمنا استاذنا وعلى عيننا وراسنا الاستاذ مكرم محمد احمد والاستاذ ابراهيم نافع. ده يجي وده يروح وده يجي وده يروح. مره واحده اللي قدرنا نعمل حاجه ونجيب جلال عارف. والمره دي كنا عايزين، احنا مش عايزين احنا مش الفكره ان احنا بنجيب شخص جابر ولا محمد. احنا الفكره ان احنا التغيير، ومن الذي كان يمثل صوت التغيير وصوت الامل في هذه المعركه. عشان كده احنا كلنا رحنا ندي، اللي راحوا يدوا اصواتهم لضياء، لكن الحكومه جيشت. انا شايف برضه ان موضوع النقابه في تدخل قوي من جانب الدوله. تدخل قوي جدا من جانب الدوله. لا نستطيع عشان ابراهيم منصور في الدستور قال مره انه في تدخل قوي من جانب الحزب كمان. بالظبط. وهناك ناس بتدير الناس اللي قعدوا يديروا انتخابات نقابه المحامين هم اللي كانوا قاعدين في الغرف بتاعتهم يديروا انتخابات الصحفيين، وهم اللي حضروا وزير الماليه يحل مشكله الشعب بعد 10 سنين. وهم اللي حضروا رئيس الوزراء يقول انا هدي وهدي وهدي، هم اللي جابوا المغربي يقول انا هدي 20 فدان زياده. يعني انا استمعي برضو انه قوه الاستاذ مكرم برضو، والحقيقه انا اشهد بده ان هو عنده حنكه في التفاوض. شوف هقول لك، هل ده لا يحسب لي؟ لا ننكر على الاستاذ مكرم مكانته واسبقيته وقيمته وقامته وكل شيء، ولكن انا بقول وسجل عليا منشطه اهوت، لأول مرة يشعر الأستاذ مكرم محمد أحمد بحلاوة النصر، مع أنه كان نقيبا لهذه النقابة مرتين قبل كده، 4 مرات، دي المرة الرابعة، سنتين وسنتين. ولأول مرة أيضا يشعر مكرم محمد أحمد، وهتقول له لما هيجي لك، بمكانته عند الدولة اللي وقفت جنبه. ولأول مرة يشعر مكرم محمد أحمد بمكانته أيضا عند الصحفيين. الناس الآلاف المؤلفة اللي راحت دي في يوم واحد، 4000 واحد في يوم يروحوا ينتخبوا ويطلع منهم 1500. كمان أهنئ، لا أهنئ الأستاذ مكرم لوحده، أهنئ ضياء رشوان إنه استطاع إنه يكون بديل حقيقي وليس كومبارس. ولأول مرة الأستاذ مكرم محمد أحمد مش يشعر بحلاوة النصر فقط، لأول مرة مكرم محمد أحمد يستخدم الوسائل التكنولوجية اللي احنا كلنا بنستخدمها كل يوم، الفيسبوك ورسائل الموبايل، ويخلع الكرافتة ويعيش. ده كويس، انا شباب، كويس ده شيء جميل جدا، شيء جميل، واحنا هنناه. احنا هنناه. انت يعني مبسوط يعني مقدر الاستاذ مكرم ان هو نقيب صحفيين؟ انا طبعا اقدر الاستاذ مكرم وجهه، لكن انا برضو مع فكره ان يحصل تغيير.
لازم، لانه يحصل حراك، يحصل ان مصر نقول انها ولاده وتبقى ولاده فعلا، وتفرز تطلع في يوم فلان وتطلع في يوم فلان وتطلع في يوم فلان. ما يمكن الولاده فيها اجهاض الاول على ما نوصل، حتى التغيير لو احنا كنا عملناه وحتى لو ما كانش بالشكل، احنا نقاوم نفسنا بمرور الوقت، لان احنا مش هنقعد في حاله بتاع زي ما الدكتور نظيف قال ان احنا مش لسه مش ناضجين، عايزين وصايه علينا، احنا مش تحت احنا لم ننضج زي ما هو بيقول. ده كلام يعني انا بحزن ليه. يمكن انا لما اتنقل وعشان كده النقله مش كبيره قوي من موضوع النقابه للرئاسه. وانا كتبت كده. ننقل الاول على المخرج عشان ما ينقلناش لخارج الاستوديو، لانه عايز ياخد فاصل. فاصل وصفحاتنا لسه مفتوحه، وهنعود الحديث عن البرادعي، والحديث عن نقابه الصحفيين، والحديث عن شجون مهمه جدا 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 هنتناولها في هذا الحوار بعد هذا الفاصل. فاصل وصفحاتنا لسه مفتوحه.